السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وكل عام وانتم بخير. النهارده بإذن الله هنعمل الرقاق الناشف في البيت بطريقة سهلة جدا، وهو كله اصلا 3 مكونات، مش هياخد معاكي وقت وسهل وسريع جدا. انا حطيت 1.5 كيلو من الدقيق المنخولين، وحطيت عليهم معلقة من الملح، وهنزل المية حبة حبة كده لغاية ما تطلع معايا عجينة ناشفة. اهم حاجة ان العجينة تطلع ناشفة معاكي عشان الرقاق هيطلع معانا ناشف، عشان احنا عايزينه ناشف. وهنتنينا نعجن فيه كده مدة حلوة كده، ربع ساعة، وبعد كده هنسيبه يرتاح نص ساعة. وهنكوره بشكل كور كده. وهنبدأ بقى نفرد، نحط من تحت دقيق ومن فوق دقيق، ونفرد بالنشابة اللي قدامنا دي، وهنفرد كده بشكل دائري. النشابة دي حلوة جدا في الفرد، نتيجتها حلوة قوي. وهبتدي بقى هسوي، هحط طاسة على صينية على وشها كده على النار، وفي الصاجة برضو هقلبها على وشها واحط فيها الرقاق. وطلع معانا الرقاق اهو زي ما انتم شايفين، جميل ومستوي وزي الفل. واتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، وتنفذوه على طول. وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة.